وفي ناس كتير طبعا هتستغرب لما تقول صباح الفل ايه يا عم والشمس طالعه دي. لا بس هو فعلا صباح الفل. هو هنا الشمس بتفضل طالعه لحد الساعه 2 لحد الساعه 3 قشطه، ما بتغربش غير بعد الساعه 9. المهم عليه، انا قلت اعمل حاجه جديده او اعمل حاجه مختلفه، فقلت اصور لكم لكل عشاق الصيدله، لكل الصيدليين، لكل الصيادله الصغيرين ولكل الصيادله الكبار. ده مبنى الاف او بتاع، ده مبنى الاف او الخاص بالصيدله. زي ما انتم شايفين كده فالمستشفى انستيتيوت كبير. قد ايه ده حلم بالنسبه لصيادله كبيره قوي، لصيادله كتيره قوي، لصيادله لسه صغيرين، لصيادله لسه بيدرسوا، ناس عايزه تبقى صيادله في يوم من الايام. احنا دلوقتي هندخل جوه المبنى وهنحاول نتعرف على المبنى، وهنحاول نتعرف عن ايه اللي موجوده فيه والمعامل اللي موجوده فيه، ولو لقينا دكاتره برضه ممكن نعمل معاهم انترفيو. اول ما تدخل تلاقي على الشمال ده البراوزر راوند. البراوزر راوند ده لو انت عاوز تاكل حاجه بتاكل هنا، لو انت عايز تريح بتريح هنا، لو انت عايز برضه تسافر بتسافر هنا. في جوه كده اوضه لو انت محتاج انك تريح شويه بتريح فيها برضه لو انت تعبت. اول ما تدخل برضه تلاقي فيه يافطه فيها كل حاجه، ايه اللي موجود في الادوار، ايه اللي موجود في الدور الارضي، ايه اللي موجود في الدور الاول، ايه اللي موجود في الدور التاني او سو اون. اير بيشوس ده اللي هو الدور الارضي، فيرست اورد بيشوس اللي هو الدور الاول هكذا. ده اول دور نستكشف مع بعض فيه، لان انا بصراحه ما دخلتوش قبل كده. هنا التواليت، دي لو في اي حد اسمها كوبيرون. كوبيرون ده لو في اي حد عاوز يصور ورق، لو في اي حد عاوز يعمل حاجه، وطبعا كله على اساس الجوده. بليز ان راوند ده لو في اي حلقه نقاش، في اي حاجه تبقى موجوده في الاوضه دي. ونفس الكلام برضه في المكان. وواضح كده ان كل اللي موجود في الدور ده النهارده. احنا بدل ما نرجع ونشوف في ايه، احنا هنكمل نلف الموضوع. زي ما انتوا شايفين هنا واضح ان ده معمل. ده معمل واضح من اسم المعمل ان هو معمل بايو. تمام، هنحاول ان احنا نفتح، بس اكيد هو مقفول للاسف، مش معانا مفتاح. ده معمل في جوه المعمل في اجهزه، ايوه في اجهزه، بس هي اجهزه مش باينه جدا طبعا، بس هنحاول ان احنا نجيبها بقدر الامكان في الكاميرا. وده برضه معمل بايو، في اجهزه، في كمبيوتر زي ما انتم شايفين كده. نفس الكلام برضه لسه زي ما احنا. لو انت بتعمل ماستر هنا او انت طالب PhD هنا او بتعمل بوست دوك هنا، انت المعمل ده بيبقى بتاعك. المعمل ده بتعتبره ملك من ممتلكاتك، بيبقى هو بيتك. انت معاك مفتاحه، تقدر تدخل في اي وقت، تقدر تعمل كل اللي انت عايزه في اي وقت، محدش يقولك انت بتعمل ايه. ممكن تنام فيه عادي جدا، مفيش اي مشكله. هنخرج ونطلع فوق نشوف ايه بعد كده. ده الدور التاني. هنلاقي مكاتب لبعض الدكاترة اللي موجودين، تمام، وهنلاقي برضه تواليت. في ناس هنا شغالين في المعمل. ودي مكان مثلا لو حد حابب يشرب حاجة، لو حد حابب يريح برضه في الدور نفسه ممكن يريح في المكان ده. ولو انت قاعد هنا المفروض انك تستجم بالمنظر وتشوف قد ايه المكان جميل، تحاول انك تتعرف على المكان.
هنكمل برضو ده دكتورة أنيتا، بس مش أنيتا اللي في تجربة الملكية طبعا. ده في الفالتون استشارة، حد حابب يسأل على أي حاجة. لسه في الدور التاني زي ما احنا، بس هنروح يعني ده لاب مايكروبيولوجي. ده لسه برضه في المايكروبيولوجي. كل دي لابات، كل قسم له لاب اللي هو الخاص بيه. Hallo. Das ist doch Frau. دي حاجة خاصة بالفلورومتري. فلورومتري دي حاجة طبعا كيمياء، وكل الكيميائيين عارفين بالظبط يعني ايه فلورومتري. ده الكتروفروزس اللي هي الكتروفروزس بالانجلش، برضو الكيميائيين عارفين يعني ايه. تقولوا ايه ده، هو كل حاجة ليها حاجة؟ ايوه كل حاجة ليها حاجة، وكل حاجة ليها الأجهزة الخاصة بيها، وكل حاجة ليها المعمل الخاص بيها. ده لو في أي إعلانات في أي حاجة بتبقى موجودة هنا وبيبقى موجودة، ومحدش على فكرة بيقطع الورق خالص. زي ما انتوا شايفين في كل دول تلاقي طفاية واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. ده مكاتب الدكاترة، ودي الديسبريشن سايت اللي هي المواعيد اللي ممكن تسألوا فيها لو انت محتاج تعرف فيها أي حاجة. دكتور فايندل ده من أشهر الدكاترة اللي معروفة في العالم بتاع دراج ساينس، أشهر ناس في دراج ساينس. كل الريسيرش بتاع دراج ساينس أو معظم الريسيرش بتاع دراج ساينس لازم يكون فيها اسم الراجل ده. دي حاجات برضو إعلانات خاصة بالتوكسيكولوجي وفسيولوجي وفارماكولوجي وفارماكوثيرابي. دي برضو HPLC وGC، دي هاي برفورمانس روبوت كروماتوجرافي وجاز كروماتوجرافي. الناس بتقول آلات كالتمثيل. ده مخرج من الناحية التانية. ده مكان ممكن يتاخد فيه محاضرات، أو مش ممكن، هو يتاخد فيه مكان زي ما انتوا شايفين كده. ده مكان تاني برضو صغير بس مقفول، زي ما انتوا شايفين من بره كده. ده شكله من بره عامل ازاي، حاولت افتحه بس هو مقفول. دي برضو معامل فارماسيوتيشن، فارماسيوتيشن كيمستري، ماينر ليجنز، محبوبتي. دكتور بيتر بيتا ده واحد برضو من الناس المعروفين جدا.
الرابر دي اللي هي المشرفة بتاعته. ونرجع لكلامنا عليه. ده معمل وأجهزة بالهبل ومعامل بالهبل وموجودة في كل مكان. هو ده باختصار يا جماعة الإف. أكيد في طبعا ديبارتمنت تانية احنا ما نعرفهاش، في ده سكرتير فارماسي، في اللي هو بايوفارماسي، في حاجات كتيرة جدا طبعا لسه أكيد مش شفناهاش، بس ده يعتبر كل الأجزاء. أتمنى إن كل صيدلية مصر يكون موجود هنا في يوم من الأيام. أتمنى إن حلمكم ما يقفش دايما عند حد، إن هو دايما يكبر ويكبر ويكبر. أنت ممكن